اهلا بكم درس جديد من دروس اونلاين. انا احمد ابو زيد، وان شاء الله النهارده هشارك معاكم طريقه مذاكرتي في الثانويه العامه. هو ليه اصلا انا بعمل الفيديو ده؟ دي طريقه ساعدتني ان انا اجيب 98.4 في ثانيه ثانوي و99.4 في ثالثه ثانوي. 99.4. مش عارف ايه قصة ال4 دي، بس يعني 99.4، وانا ما كنتش يعني الاذكى طالب في الثانوية العامة يعني عشان اجيب المجموع الكبير ده. وكمان لاني بحب لما حد يكلمني عن حاجة يوريني هو عملها ازاي، يعني show me don't tell me. واعتقد في الفيديوهات اللي انا شفتها كلها على يوتيوب ما شفتش فيديو بيتكلم مثلا ان واحد بيشارك طريقة حاجة زي دي بالتفاصيل. يعني انا احب الديتيلز قوي، يعني احب التفاصيل قوي. انت كنت بتعمل ايه؟ كنت بتستخدم قلم نوعه عامل ازاي؟ الاضاءة بتاعتك كانت بتبقى عاملة ازاي؟ كنت بتذاكر امتى؟ الكلام ده انا بحب الديتيلز يعني. فمش عارف هل الموضوع هو حاجه سريه، خلطه سريه كده زي خلطه كنتاكي مثلا، ولا الموضوع ايه بالضبط. بس النهارده ان شاء الله انا بشارك معاكم الطريقه اللي كنت بذاكر بيها في الثانويه العامه، واللي ساعدتني زي ما قلت لك ان انا اجيب مجموع كويس. فليتس جيت تو ات. وللعلم بس دي مش حاجه انا بتكلم عنها عشان بفتخر بيها بقول لك انا قد ايه كنت شاطر، لا دي حاجه انا بشاركها معاك لربما تستفاد منها وتساعدك انت كمان. كنت بصحى قبل الفجر بساعتين، صيف او شتاء، بقوم بتوضى واصلي قيام الليل واقرا ربع قران وادعو ان ربنا يرزقني الفهم. دي اول حاجه. وبعدين كنت ببدا بالحاجه السهله المحببه ليا اللي هي في الوقت ده الرياضيات. كنت ببدا بحل مسائل بسيطه، يعني انت اصلا قايم من النوم لسه ما ركزتش او لسه دماغك ما اشتغلتش، فده حاجه زي انت بتسخن بقى، زي مثلا اللي هو هيلعب كوره او اللي هيجري بيبدا الاول بحاجات بسيطه. فكنت ببدا بمسائل سهله وبعدين بتدرج شويه في الصعوبه لحد ما احل مساله محترمه انا كده جاهز ان انا اذاكر. بعدين ببدا بقى اذاكر الماده او الجزئيه اللي انا عايز اذاكرها. وعلى مدار اليوم يعني ما كنتش بركز في ماده واحده بس، كان الموضوع متوزع ما بين مواد فهم ومواد حفظ ومواد حل. يعني اي حاجه انت بتدرسها هي واقعه ما بين الثلاث حاجات دول او مشتركه ما بين حاجتين منهم. ما كنتش مثلا باخد ماده من الاول اليوم لاخر اليوم على الماده دي، لا هتزهق وتمل. حاول تنوع من الموضوع ده. وكنت بذاكر لحد صلاه الفجر. طبعا بروح اصلي الفجر، وده كان بيبقى بريك كويس جدا جدا، انك بتنشط جسمك بقى، بتروح تتحرك وتيجي، وبريك برضو من المذاكره، يعني تفصل شويه من المذاكره. برجع من الصلاه باكل حاجه خفيفه وبعدين بكمل مذاكره لحد الصبح. وبعدين بقى لو في درس او حاجه زي كده بروح الدرس، وده كان بيبقى بريك ممتاز جدا جدا. يعني برضو انت بتذاكر وبعدين بتاخد بريك اهو. يعني الدرس بالنسبه لي ما كانش لود، لا ده كان بريك، حاجه كده انك بقى بتروح بتقابل اصحابك بتهزرهم بتتكلموا. فده كان بريك مهم جدا. وحاجه لذيذه جدا كنت بعملها في اي درس، ان قبل الدرس بنص ساعه كنت براجع اللي احنا خدناه الحصه اللي فاتت وبقرا اللي احنا هناخده الحصه دي. بمعنى ان انا مثلا رايح درس عربي هناخد نصوص، فكنت بقرا اللي احنا خدناه في النصوص الحصه اللي فاتت. يعني مثلا لو نص شعري فكنت بقرا النبذه، براجع يعني نبذه عن الشاعر، بقرا النص بشوف مواطن الجمال والمعاني والكلام ده بتاع الحصه اللي فاتت. وبعدين الحصه اللي هناخدها بقى اللي لسه هناخدها كنت بقرا برضو نبذه عن الشاعر سريعه كده، وبقرا النص واشوف مواطن الجمال. طبعا انت ما كنتش بتبقى فاهم حاجه، او انا ما كنتش ببقى فاهم حاجه من اللي انا بقراه، يعني 25% ده مقدار استيعابي من الكلام اللي انا بقراه. ولكن بيتكون عندك اسئله، ان انت بتكون رايح الدرس مش اول مره هتسمع الكلام ده، لا ده انت قريته قبل كده وعندك اسئله او عندك حاجات غامضه بالنسبه لك، عايز المدرس يشرحها لك او يوضحها لك. فبالتالي انت ما انتش رايح اول مره هتسمع الحاجه ديت والموضوع هيبقى مربك بالنسبه لك، لا ده انت قريته قبل كده وهتتجاوب مع المدرس وهتساله، فالموضوع هيبقى مور انتراكتيف، يعني هيبقى فيه تفاعل اكتر من ناحيتك. وكمان الموضوع هيثبت في دماغك اكتر، يعني لانك بتاخد وتدي، بتسأل سؤال فبيجاوب عليك، فالموضوع بيثبت في دماغك، مش انت بتاخد حاجات غريبة عنك وبتركنها وتقول اما اذاكرها ابقى افهمها. يعني مهمة جدا 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 حتة ان انت تقرا اللي انت رايح تاخده حتى لو ما فهمتش منه حاجه. كنت بخلص موضوع الدرس ده لو هو درس او درسين، برجع مثلا على الظهر كده القيلوله بقى، دي مهمه جدا جدا. كنت مثلا بنام من بعد الظهر لحد العصر، وكنت بقوم فايق قوي ومركز قوي قوي ومنتعش كده وجاهز ان انا اذاكر تاني. وكنت بذاكر بقى من بعد العصر لحد المغرب. بس كده انا يومي بالنسبه للمذاكره انتهى. من بعد المغرب لحد العشاء او بعد العشاء بشويه كنت بطلع اتمرن واجري مع صديقي يحيى واقابل بقى اصحابي والكلام الجميل ده. وده كان بمثابه ستريس ريليف او تريحه كده من الضغط بتاع المذاكره، وان انت اصلا بتجري او بتلعب رياضه، فهرمون الاندروفين بيفرز في دماغك، وده هرمون السعاده، يعني بيخليك كده منتعش وجميل ومبسوط. يعني جربها كده لو جريت. انا متاكد ان الناس الرياضيين او الناس اللي بيجروا فاهمين الكلام ده كويس، ولو انت ما جربتوش فجرب تطلع تجري، تنتظم كده في الجري كذا يوم، هتحس بسعاده وهتحس ان الضغط اللي عليك ده بيروح كده. فالموضوع مفيد لجسمك ولعقلك ولكل حاجه يعني. وبعدين بكل حال من الاحوال ما كنتش بعدي الساعه 11 بالليل في السهر، وده لسببين. اول سبب ان انا كنت قرات ان تركيزك بينخفض للنص تقريبا بعد الوقت ده، وتاني سبب ان زي ما قلت لك ان انا بصحى قبل الفجر بساعتين، فلازم انام بدري علشان اقدر اقوم قبل الفجر بساعتين. اوكي، فده تلخيص كده ليومي في المذاكره في الثانويه العامه.
في شويه ملاحظات بقى كنت بعملها برضو، يعني اولا كل 45 دقيقه كنت باخد بريك 15 دقيقه، يعني انت قاعد على الكتاب كنت قدامي منبه او ساعه بعايره 45 دقيقه وبعدين يرن. بعد ال 45 دقيقه دول بقوم بفرد ظهري، بلعب شويه ضغط، بطلع اقفل البلكونه بحيث ان انت تريح عينك برضو، ان انت في الكتاب مقرب الكتاب من عينيك، فالبعد البؤري بتاعك ثابت لفتره طويله، فانت محتاج تغيره، يعني محتاج ان انت تبص لحاجه بعيده عشان تغير البعد البؤري عشان عينيك ما توجعكش. ثاني ملحوظه ان انا كنت باكل فاكهه كتير سواء تفاح او موز، والسناكس كانت سندوتشات تونه لانها بتساعد على زياده الاستيعاب وتنشيط الدماغ والكلام الجميل ده. وكنت باكل سمك كتير يعني في فتره الثانويه، يعني لاني كنت قرات برضو ان السمك مليان اوميجا 3 اللي هي بتساعد على زياده نشاط المخ. اشرب الحاجه اللي مرتبطه بالتركيز عندك، يعني لو انت مرتبط عندك انت ساعه ما بتشرب قهوه بتبقى فايق كده ومركز، اشرب قهوه، شاي او نسكافيه او اي حاجه مرتبطه عندك بالتركيز ساعه ما بتشربها كده بتبقى مركز، اشربها او ابدا جلستك في المذاكره بيها. ما كنتش بذاكر بعد الاكل مباشره، لان بعد الاكل انت الدم بيروح للمعده بقى، فانت بتشعر بنوع من التريح كده، او يعني انت لو مركز وعينيك مفتحه بعد الاكل بتلاقيك غمضت سنه كده ان الدم بيروح للمعده، فما فيش اي تركيز، فما كنتش بذاكر اصلا بعد الاكل خالص. الصلوات كانت بتبقى بريك جميل جدا جدا، يعني مثلا لو انت بتذاكر وبعدين صلاه العصر جيت فانت بتروح تصلي العصر وتيجي، ده بريك لوحده. تطلع بقى بتتمشى بتشوف الناس، بتقابل ناس، تتكلم مع ناس، فبريك كويس جدا جدا جدا. يعني يوم اجازه ما بعملش فيه اي حاجه خالص، ما بذاكرش، ما بفتحش كتاب ولا الكلام ده خالص، بعمل فيه اي حاجه، بتفرج على افلام، اطلع مع اصحابي، ازور قرايبي. يوم كنت مثلا من يوم الخميس، من بعد العصر يوم الخميس للجمعه دول كده مع بعض، مش فيهم اي حاجه خالص، انام اي حاجه، يعني اعمل الحاجه اللي انت بتحبها بقى، ده انت استحقت اليوم الاجازه ده، وبيساعدك ان انت تعمل ريستارت او ان انت يجهزك بقى للاسبوع اللي جاي. نيجي بقى للسؤال المهم، هل لو انت عملت الخطوات ديت هتجيب معاك وهتنفع معاك زي ما نفعت معايا؟ الاجابه مش شرط، هي ممكن تشتغل وممكن لا. وتوضيح الاجابه الغامضه دي هي اجابه على سؤال تاني، هي ازاي انا اصلا توصلت للروتين او للطريقه ديت في المذاكره، وازاي انت تقدر تتوصل لافضل طريقه او افضل روتين للمذاكره بالنسبه لك انت. لان اللي نفع بالنسبه لي مش بالضروري ان هو ينفع بالنسبه لك، لكن في طريقه هي الافضل بالنسبه لك. اتمنى انت تكون مستوعب الكلام ده. والاجابه هي شويه برنسبلز او اسس، لو انت اتبعتها هتقدر توصل لافضل طريقه للمذاكره بالنسبه لك انت. وده ان شاء الله يكون موضوع الفيديو الجاي علشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده. ده كان يا دوب بس كده تسخين، او ان انا بدخلك في مود بقى الناس كانت بتذاكر ازاي وانت ازاي تقدر تذاكر زيهم والكلام ده. فموضوع الفيديو الجاي ان شاء الله ازاي انت تقدر تختار او تحدد افضل طريقه للمذاكره بالنسبه لك انت. وباذن الله مش هنتاخر يعني في الفيديو ده، يعني حاول قدر الامكان اعمله بسرعه، وكماكسيموم الثلاث الجاي ان شاء الله، يعني ممكن يبقى قبل الثلاث كمان. فده طريقه المذاكره اللي كنت بذاكر بيها في الثانويه العامه. لو عجبك الفيديو ده لايك، سبسكرايب لو ما كنتش لسه عملت سبسكرايب عشان الفيديوهات الجديده تجيلك، وسيب لي رايك في كومنت. السلام عليكم.